نحطوا النقاط على الحروف. ما عنديش الطوبيس بغيت نسلت. نبداو بما عنديش. عندنا شدوني المراقبين. عندنا الماده واش عندهم الحق يقلبوني؟ لا ما عندهم الحق يقلبوني. انا جاي ما عندهمش الحق، ولكن انا جايك. عندنا الماده 533 من القانون الجنائي المغربي اللي تتقول من ركب سيارة أجرة، يعني أي وسيلة نقل يؤدى على المقعد فيها، من ركب سيارة أجرة وهو يعلم مسبقا أنه يستحيل أداء مقعده، عارف من قبل بالله ما عندوش باش يركب، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من 200 حتى 500 درهم. احنا جينا اللي ما عندوش باش يركب، هذا اللي ما عندوش باش يركب كاين عدة وسائل باش يوصل. بحال دابا امرأة تلات في الليل ولقات راسها خسرات فلوسها في السوق، واش غيخليها الطوبيس في الخلا؟ لا، كتمشي تلتاجئ للناس ديال الطوبيس وكتبين على حسن نيتها بان ما عندهاش وكتطلع، وبالتالي الشيفور ولا الناس ديال الطوبيس كيضمنوها حتى توصل. نفس الشيء بالنسبه لعدد من الشابات او الشبان اللي باينين انهم الليل سميتو المسافه مساله مفرومه يقدروا يدكريساو ويقدروا توقع عليهم شي حاجه. وراك عرفتي الطوبيس راه شحال من واحد كيقول لي صافي طلع وسير، لانهم عارفين وما كيسلكش وما كيشوفوش ديما. ملي كيطلع للطوبيس سالت، تنقولوا سالت، ما ترانجاش مع الناس ديال طلبهم ولا سالت كيف ما كان نوعه صغير ولا كبير. سيرتو لي مينور راه خطر انهم يبقاو يمشيو بالطوبيس فابور ويسلطوا في الطوبيس ويمشيو من مكان الى اخر، وكيتعرضوا للتعسف الجنسي. كيمشي عند صاحب دعوته كيدوز معاه ذاك الوقت وكيرجع عنده 50 درهم ويمشي يخسرها على صحابه، حتى كيعيقوا به حتى لاخر المطاف عاد